جولة أخيرة قبل رمضان، بس المرة دي في سموحة. طبعا عشان كل مرة أقول لكم إن أنا هصور في سموحة بس مصورش. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة ماريانو، والنهاردة جولة جديدة في سموحة. يلا بينا. خلينا نجرب اول مكان معانا. احنا دلوقتي عند مسجد حاتم زي ما انتم شايفين ورا كده. انا كنت دايما نفسي اجرب بريموز بس عمري ما حطيته في مقارنه ولا عمري جربته، فخلينا نجربه بما ان هو يعني ايه ده الفرع الوحيد ليه تقريبا، مش عارف. فيلا بينا. كنت المفروض يعني هنطلب اوردر معروف جدا، بس هم قالوا يعني ايه تشيكن رانش بطلب كتير، احنا كذا مره نجرب تشيكن رانش في كذا مطعم، فهم كانوا منزلين ايتم جديده اسمها ناشفيل فرايد تشيكن. تقريبا بيبقى خيار مخلل على فراخ كريسبي وصوص كده ناشفيل هم عاملينه، يعني هو مش شبه الصوص اللي احنا عارفينه يعني. فطبعا عشان احنا بقالنا نص ساعه قاعدين بنظبط في الكاميرا، تقريبا البيتزا بردت شويه، بس يعني الحمد لله لسه سخنه شويه يعني. ده كده بيكون حجم السلايس صغننه الى حد ما. دي الميديم عامه، الميديم مش موجوده في المنيو فانا مش عارف سعرها كام، فهنعرف لما ناخد الريسيت. ماشي خلينا ندوق. عامه العجينه سميكه قوي، بحسها شبه بتاعه البيت اللي بتتحط في صينيه كبيره ديت. بس خلينا ندوق. بسم الله. هو طعمها غريب شويه. صوص الناشفيل مش شبه الناشفيل اللي احنا كنا بناكله في الفرايد تشيكن. هم عاملينه كده صوص شبه مثلا ايه هاني ماسترد، بس عليه شويه سبايسي، وحاطين عليه برده اللي هو الاويل بتاع الناشفيل. هي لو العجينه كده وهي لسه سخنه فتمام، بس اظن لما هتنشف شويه هتلاقي العجينه تخينه قوي وناشفه. فانتوا يعني ايه لما تيجوا تاكلوها تعالوا كلوها في المكان. تجربه حلوه وجديده، بس ما اظنش ان انا ممكن حاجه اطلبها تاني، يعني الفليفرز اللي فيها مش اقوى حاجه. بس تجربتي الدومينوز بيتزا جربته كذا مره، مثلا في السي رانش، في التشيكن رانش برضو لحد ما كانوا كويسين. الرانش بتاعهم كان كويس، كانت المشكله بتاعتي بس في عجينه البيتزا، كانت تخينه قوي. كنا دايما بنطلبها دليفري فكانت بتبقى ناشفه. طبعا الاوردر بيبقى ساقع، انا ساعات بطلبها في الشتاء. انا شايف ان تجربه كويسه، لكن تاكلها في المطعم شبه الفيديو اللي فات لما اكلنا ديترويت، كانت عجينه ناشفه وبتاع، بس لما كانت سخنه كانت حلوه. خليني ايه بس نخلص البيتزا دي ونروح على المطعم اللي بعديه. احنا دلوقتي جايب لكم شويه هيدن جيمز في سموحه تنبسطوا بيها جدا. يلا بينا على المطعم اللي بعده. وصلنا يا جماعه تاني مطعم معانا. هو زي ما انا قلت لكم هجيب لكم المره دي كل جديد في جديد، وهجيب لكم حاجات مستخبيه بقى وحاجات بيسموها ايه هيدن جيمز وكده. بصوا انا جبت لكم دلوقتي مطعم من احسن المطاعم بالنسبه لي، يعني انا جربته مره واحده وكان لذيذ جدا. مش عارف الشيف غيروه ولا لا يعني، بس اتمنى ما غيروش. هو عندهم حته الوايت صوص بتاعتهم تحفه جدا. كنت عامه طالب من عندهم قبل كده كريسبي تشيكن، كانت لذيذه قوي، فاتمنى اللي هو يفضل على هذا الكواليتي يعني. خلينا بس نشوفه. وهو المطعم اللي بعديه وهو جارليك. بصوا هو من الاماكن اللي انا بحب اروحها، لان هو في حته كده زي ما انتم عارفين، يعني هي حته ممكن نقول عليها مقطوعه شويه، بس هو في يعني جوه سموحه تمام. بس يعني انت لو لقيته، يعني لو لقيته، عشان عديت من قدامه ما لقيتوش اصلا ورجعت له تاني لحد ما اكتشفت ان هو جنب الشجر، فحاولت تمشي على اللوكيشن بتاعه يعني على جوجل، وتقف عند النقطه اللي جوجل قايلها لك، وتقف عندها وتبص حواليك. الحلو في المكان دوت اللي هو عامه معلوش رجل كتيره. لو مثلا الفيديو دوت اتشاف والناس عرفت مكانه يعني، اتمنى ان الناس تيجي هنا يعني. طبعا دوت على حسب جوده الاكل اللي هتنزل. اذا كانت كويسه تمام اقول لكم قشطه، لو مش كويسه اقول لكم مش قشطه عادي يعني. كده كده دافع كل حاجه بفلوس يعني، مش داعيه ولا حاجه. بس انا جربته مره كان كويس، وبرده المكان الى حد ما كوزي يعني، زي ما انتم شايفين كده حواليا ما فيهوش ناس كتير، فقشطه. نستنى بقى لحد ما الاكل ما يجي. احنا طلبنا تشيكن، كان اسمها ايه، باستا تشيكن تندرز، ديت اللي جربتها المره اللي فاتت وبصراحه ده منها يعني، فلو كويسه تمام هقول لكم زي الفل. يلا بينا نستنى الاكل. زي ما قلت لكم احنا طلبنا باستا تشيكن تندرز. دي بتبقى المفروض فراخ كريسبي محطوط عليها صوص كده سبايسي شويه، سويت وسبايسي خاص بيهم يعني، وطبعا الوايت صوص بتاعهم والمكرونه. اللي انا جربته المره اللي فاتت كانت الوايت صوص بتاعتهم كانت مختلفه، مش عارف ده بسبب الصوص اللي هم حاطينه ولا بسبب خلطه اصلا الوايت صوص. بس خلينا ندوق. عامه هو شكلها حلو، القطع الفراخ كبيره اوكي بالنسبه لسعرها يعني، فكويس. فخلينا ندوق. يلا بينا بسم الله. ده اللي بقول لكم عليه. في سنة برضو كده زي ما تقول ايه تدخين كده شويه، طعمها رهيب حتى بقى مع الفراخ التندرز. ممكن بس القرمشه بتاعت الكريسبي ناشفه شويه، بس الفراخ اللي جوه طريه قوي، والصوص بتاعهم بصراحه رهيب، بالذات المكرونه بتاعتهم بالصوص دوت رهيب. لسه على نفس المستوى، تعالوا جربوه. خلينا نروح على المطعم اللي بعده عشان ما اتاخرش، عشان لسه تقريبا فاضل لنا مطعمين كمان، فيلا بينا.
قلنا نفصل شويه بشويه لعب وكده، فرحنا على جرين بلازا لانها برضو قريبه من سموحه او تعتبر سموحه يعني. فرحنا للمكان اسمه اونو. ده عامة بيكون في جيمز مختلفة، انت بتيجي تلعب تقريبا بالساعة، أول ساعة 70، تاني ساعة 60، تالت ساعة 50، بعد كده بتبقى اوبن بقى معاك لو انت قاعد طول اليوم. انا شايف المكان لطيف، فيه ألعاب كويسة تفاعلية شوية، يمكن لسه مش عارف اختار ألعاب ايه، فلو لقيت لعبه كويسه هبقى اقول لكم عليها. يلا باي. خليني اقول لكم الكونسيبت بتاع اونو على السريع كده. هو مجرد زي كازينو العاب، وانت بتختار كذا كارد جيم او بورد جيم او ايا كان نوع الجيم اللي انت حابه. في العاب تفاعليه كتير، في العاب كاردز كتير تلعبها انت واصحابك. انا بصراحه يعني لعبت لي 3 4 5 العاب كده، وحسيت ان انا عايز اجرب العاب كتيره زي ما احنا جربنا. يعني اول ساعه بينزل لك معاها فشار، تاني ساعه بينزل لك معاها بانكيك بس صغيره. المفروض الساعه الثالثه بقى ما جربتش بصراحه لان احنا ما قعدناش 3 ساعات هناك، بس الالعاب كانت لذيذه، كان فيها تفكير كتير، كانت ممتعه يعني. لما تروح يعني جرين بلازا بجربوه، كده كده مش اعلان يعني، بس انا استمتعت بيه، فانا حبيت اللي انا اقول لكم عليه يعني. بس يلا بينا على المطعم اللي بعده. ثالث مكان معانا او رابع، مش عارف هل نحسب بتاع الالعاب دوت مكان ولا لا. ثالث مكان اكل معانا وهو الطازج. الطازج دوت عامه مش عارف هو جاي من بلد بره، انا مش عارف بلد ايه، بس هو فتح عندنا هنا وفتح في سموحه بس. في جنبه فروجه بالعبد، بس هو موجود له كذا فرع يعني، مش في سموحه بس، فطلعته بره الحسبه. فخلينا نجرب الطازج. بصوا يا جماعه، المطعم دوت المكان هو الكونسيبت بتاعه سعودي، بس هم فاتحين يعني هنا في مصر. المفروض دجاج الطازج دوت اللي احنا عارفينه اللي هو السعودي، بس ما اظنش ده الطازج الاصلي يعني، حاجه شبه نفس الكونسيبت وكده. احنا جبنا فروجه بيجي معاها رز، ومش فاكر ده كان اسمه ايه، وهنا. فخلينا ندوق الفروجه. المفروض الفروجه ديت لفرد واحد يعني. انا مش فاهم ليه بجد لما حد مثلا بيدخل مطعم لازم يشغلوا ميوزك بصوت عالي كده يعني. دي كده الفروجه، فرخه صغننه خالص، وعامه شكلها حلو وريحتها حلوه قوي. مش خلينا ندوق كده، بسم الله. حلو قوي، الشعير بتاعها والتتبيله بتاعتها تحفه. خلينا نجرب الرز. خلينا نجرب البتاع ده، ده مش فاكر كان اسمه ايه يعني، اكتبوا لي في الكومنتات عشان انا بجد نسيت اسمه. شويه من الخلطه ديت ونحط عليها فراخ. يلا بينا بقى، بسم الله. ريحتها مش طحينه قوي يعني، مش عارف ليه، بس شبه الزبادي كده شويه، سلطه زبادي شويه، لكن ده لذيذ قوي. بس المشكله اللي انا قاعد في مكان قدام حرفيا الكاشير وقدام صاحب المحل. الدراسه بدات يعني، كل ولادنا طلبه المغتربين محتاجين غذاء، وعشان كده عملنا لكم ب3 وجبات: وجبه السعوديه، وجبه الامارات، وجبه الكويت. يعني كل بصراحه انا عايز اكمل ده، بس لسه فاضل لنا مطعم كمان. خلينا نخلص الحته ديت ونخش على المطعم اللي بعده، واقول لكم رايي برضو ايه بره المحل، عشان هم كلهم قاعدين قدامي دلوقتي. يلا بينا. بصوا يا جماعه، مش عارف انتوا شايفيني ولا لا، بس يعني المهم انتوا سامعيني. المكان دوت مش عارف انتوا بتسمعوني برضو في المطعم ولا لا. خليني برضو اقول لكم كاريكات كده المطعم كان عامل ازاي. هو مطعم صغنن فيه تقريبا 3 ترابيزات، 2 جوه واحده بره. الشيف ذات نفسه اللي ماسك المكان هو اللي مشرف عليه. زي ما قلت لكم مش الطازج الاصلي بتاع السعوديه، لان تقريبا كان فتح فرع تقريبا في محطه الرمل وقفل، فدوت يعني كونسبت الطازج بس مش الطازج ذات نفسه، مش السلسله. الفروجه عشان هي صغيره فالتتبيله واصله لكل حته حرفيا. اول مره اكل فراخ يبقى طعمها بهذه اللذاذه، وده طبعا زي ما قلت لكم النهارده شبه ما انتم متعودين يعني في جولات، ده مش اعلان ولا حاجه. الراجل كان ذوق بصراحه، هو الشيف ذات نفسه زي ما قلت لكم هو كان موجود ساعتها، فما رضاش ان انا ادفع. اصريت عليه كذا مره ان انا ادفع، بس هو قال لي لا مش هتدفع، والناس هناك قالوا لي خلاص هو الشيف عزمك مفيش داعي انك تدفع. شكرا ليه يعني. وانا بصراحه حتى لو هو ادالي الوجبه ديت ببلاش او ما اداهاليش، فانا هقول رايي بصراحه يعني. هو الرز بصراحه كانت تتبيلته ممتازه، الفراخ كانت لذيذه لدرجه ان انا ما رضيتش ان انا اخلصها كلها زي ما انتم شفتوا في الفيديو، على اساس ان انا اخد الباقي البيت عشان اكله بمزاج كده وانا قاعد في البيت استريح مع باقي الاكل. انا اتبسطت بصراحه بتجربه الطازج. سعره الى حد ما مش غالي يعني، بالنسبه للفروجه فالفروجه عامله لها 250 او 200 حاجه و30. 250 ديت لو انت هتاخد مثلا معاها بطاطس وكولا اللي هي كومبو يعني. فانا شايف بصراحه اللي هي فروجه يعني، قول مثلا نص فرخه، بس نص فرخه متبله كويس، طعمها لذيذ. الدقوس برضو من المطاعم القليله اللي دقت فيها دقوس كويس.
زي ما انتم عارفين مشكلتي في الدقوس يعني اللي هي بتبقى صلصه طماطم اكتر من ان هو دقوس. وصلصه الزبادي برضو حلوه مش ذوقي بس حلوه، ممكن استلطفها عشان هي بصراحه يعني بحس بعد ما اكلها بحس كده انتوا فاهمين يعني في اسناني وكده. فكرة انها تجربه كويسه، ممكن اكررها تاني بصراحه، ممكن اكررها تاني لو انا رحت الشغل مثلا. خلينا نروح على اخر مطعم بقى عشان نقفل، بس انا طولت كتير قوي في الشارع. الساعه كام دلوقتي؟ الساعه داخله على 11 ونص 12 بس. اول مره مش عارف بقى هل الاوردر كان جاهز معاهم ولا لا، بس انا يا دوب طلبت الاوردر لقيته نزل، فالموضوع كان غريب يعني. حبيت برضه اقول النقطه ديت في الفيديو. خلينا نخش على المطعم الاخير ونقفل بقى عشان عايز اروح. بصوا يا جماعه اخر مطعم معانا مشيت كتير عشان اوصل له. مش عارف برضه شات جي بي تي مصمم اللي انا اجربه، لا لازم تجرب فيفتر. طب بقول لك مطعم ده ولا المطعم ده، لا لازم تجرب فيفتر. فخلاص بقى نجرب فيفتر، مش عارف الاصرار ده. فيلا بينا، احنا دلوقتي في قدام بوتاستا في فيفتر. يلا بينا نجرب بقى عشان نقفل اليوم. من الحاجات الغريبه في شات جي بي تي ان هو معروف يعني اللي هو بيريحك وبياخدك على قد عقلك، واللي هو يعني ايه، انت صح، انت دايما صح، انت تمام. من الغريب اللي هو يصمم على اني اجرب مطعم معين اللي هو فيفتر. قلت له مثلا صراحه انا كنت حاطه مقارنه ما بينه هو وما بين سبارتا برجر، لان سبارتا كنت مجربه من زمان كان عادي يعني. كنت طفل ساعتها يعني، مش طفل قوي يعني، كنت في كليه ولا كليه تانية كليه حاجه شبه كده. كان مكان مميز يعني في حته كده جوه في سموحه شويه بعيد، قدامه جنينه، منطقه لحد ما هاديه، سندوتشاته بيزك شويه بس لذيذه. استغربت ان هو كل شويه يقول لي لا فيفتر. طب اقول له فيفتر طب، ولا مثلا مطعم تاني اسمه هاشن سبلاش ولا سماش ان سبلاش حاجه شبه كده، جربناه قبل كده في مقارنه السماش يعني. قال لي لا برضه فيفتر. حسيت ان هو لا يعني لازم نجربه. فمعلش يعني يا سبارتا، كان المفروض تيجي معانا في الحلقه ديت بس شات جي بي تي قرر ان هو فيفتر يعني. خلينا نستنى الاوردر. انا شايف ريحه الاكل ريحته كويسه. انا طلبت تريبل بيكن، هو اسمه ساندوتش بيكن بس اسعاره الى حد ما معقوله. هي قطعه البرجر هو قال لي هي 80 جرام يعني. البرجر كده هيكون كام مثلا؟ 3 في 8 24 يبقى 240 جرام يعني. قول ربع كيلو مثلا، ربع كيلو لحمه. ماشي قشطه. هو عامة سعر التريبل 100 حاجة و80 100 حاجة و90 تقريبا 100 حاجة و90. نستنى بقى الأكل عشان تقريبا شكله هيتأخر شوية. يجي بقى وأقول لكم إيه رأيي. يلا. بصوا يا جماعة الأوردر وصل، الإضاءة ما شاء الله تحفة. ماشي ما علينا. بصوا يا جماعة الأوردر وصل. أنا طلبت زي ما قلت لكم بيكن. هو بيكون عادي برجر تريبل محطوط عليه شويه بيكن وسويس رانش. المفروض ان هم قالوا لي ان دوت البيست سيلر لان هو انت بتاكل كميه لحمه في البرجر. انا بصراحه زي ما انتم عارفين انا بحب التشيزي مشروم في السماش برجر، بس اكتشفت ان هم ما عندهمش تشيزي مشروم، هم عندهم مشروم بس يعني. هو مشروم بيتحط على البرجر نفس كونسيبت البيكن. انا شايف ان هو بيزك يعني، هو بيزك البيزك يعني. هو حتتين لحمه وشويه خس ورانش، مش عارف هل حاطين طماطم ولا لا، وبيكن. انا قلت بيكن مرتين صح؟ ماشي ما علينا. ما احس اللي هو ايه الضجه اللي انت عاملها دي يا شات جي بي تي؟ اهدى شويه علينا. البطاطس تمام تحفه. البطاطس بس الحلو اللي هي مش ناشفه، مش مقدده. بالنسبه لان الساعه دلوقتي داخله على 12 بالليل وهو معلوش رجل، فخلينا نجرب بس ايه البرجر الجوسي اللوسي دوت. بص شكله عامل ازاي. واو. مش خلينا ندوق. بسم الله. بص انا مبسوط وحزين في نفس الوقت. ان بص كده دلوقتي لما اكلت القطمه اخدت كل البيكون في بقي يعني، هو ما رضاش يتقطع، بيكون بيشد. فانا حزين دلوقتي. انا كنت عايز بيكون، كنت عايز بيكون في كل قطمه مش اول قطمه وفي الاخر خلاص يعني. اوكي تمام لسه في بيكون كتير. مبسوطين الصراحه بالبيكون. بس خلينا نقول الصراحه هو تمام. البرجر لحمته حلوه، البيكون الى حد ما طعمه حلو بغض النظر هو بيشد او ناشف يعني ماسك نفسه. المفروض يعني مثلا تستوي شويه على اساس ان هي تبقى طريه كده معاك. طبعا هتقول لي ازاي دي حته لحمه والمفروض تكون ماسكه نفسها ومش عارف ايه بتاع. دقتها في مطاعم تانية كانت عادي تقطم كده في البرجر بتدوب معاك. بالنسبه للفيفتر يعني كبرتها قوي يا شات جي بي تي. هو طعمه حلو وكل حاجه وسعره كويس، لكن سبارتا برضو كان بيعمل حاجات كويسه. انا مش فاهم. قال لي اصل سبارتا لو انت عايز تجربه بسيطه جدا وتجربه تقليديه، لكن عند فيفتر هتلاقي طعم مميز وتجربه جديده وكل حاجه جديده. انا شايف اللي هو بيزك برجر مع بيكن بصوص رانش قشطه خاص، بس كطعمه تمام هو لذيذ. هل اجربه مثلا على اساس اللي هو حاجه جديده بما ان شات جي بي تي علالي التوقعات؟ ما اظنش. ممكن مثلا احط في اقتراحات السماش برجر الحلوه اللي انا ممكن اجربها تاني، لكن هو الى حد ما بيزك. خلينا ننهي الحلقه ديت بقى عشان طولنا قوي.
الساعة بقت 12 يا جماعة. يعني احنا قلينا قوي في اللايكات، يعني ما بقيناش نعمل لايكات ولا سبسكرايب ولا اي حاجة خالص، نتفرج ونمشي. اعملوا كومنت، طب قولي لي عايش، قولي لي فل، قشطة، اي حاجة، لايك كده يعني في السريع كده، مش هيخسرك حاجة برضه يعني. دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة. عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك، الشير، سبسكرايب، وادفع زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وقولوا لي ايه المنطقة الجاية اللي انتوا حابين تعملوا فيها الجولة. يلا بينا، يلا سلام.